السلام عليكم، الله يعينكم شباب، شحواكم ان شاء الله تكونوا بخير. بالطبيعه اليوم باش نحكيو على اخر اخبار الملاعبيه بالطبيعه نتاع المنتخب الوطني التونسي جدد تاع ملاوينكم جدد بالطبيعه، وكل قدم ارتحنا منهم، ارتحنا من المارك اللي فهمتي ديما عاملينك النكسه نتاع الكوره ذيك من النكسه لنكسه. ما تنساوش بالطبيعه اللايك والاشتراك في القناه. واليوم باش نحكيو على يوسف البليلي. ابارامون فما برشا اخبار على يوسف البليلي. وينو يوسف البليلي؟ اجا تك انت راني خضير على جنب، نحكيو من بعد عليك. هاي سيدي، شنو اللي صار؟ ما هي اسباب عقوبه يوسف البليلي؟ فما اسباب. شنو هي الاسباب؟ اتفق مع الاهلي السعودي، حسوا داخل في خنار. ما هو خنار؟ انا بدي واحد مخ يوقف. اسمعوا شنو الخنار. الاهلي السعودي على دفع 1.5 مليون يورو مقابل فسخ عقده من طرف واحد. دفع جزءا من قيمة فسخ العقد بعد انتقاله لقطر. اتفق مع جاكسيو على دفع بقية المبلغ البالغ قيمته 380 ألف يورو على 3 أقساط للأهلي. اللاعب قدم وثيقة PDF في الفيفا تفيد باتفاق بين الفريقين لسداد مش حاسيل. الفريق الفرنسي قدم شكوى أبوي ضد اللاعب. الفيفا قررت معاقبة اللاعب بإيقافه لمدة عام بعد ما اعتبرت أنه قام بتزوير الختم. أيوة برا تو فهمتي كيفاش بيسلكها. شوف قديش من قضية، شوف قديش من عمل عملها. شنو حكاو عليه بلاتوات في تونس؟ هسمعوا شنو حكاو عليه. القرار، حيثيات القرار، فما عقد فيه 3 من الناس، فريق سعودي، الفريق الفرنسي والبليدي. فما تدليس. قال لك فما تدليس. كيفاش ينجم يسلكها يوسف البليلي؟ هسمعوا 6 ماتشات. شنو التفاصيل طبعا، ولكن قد تكون دون علم البليلي، وقد تكون بعلمه، وقد تكون كذا. وحتى الناس المعنيه بالامر لا تستطيع ان تجيب، لانه الفيفا ما هبطتش تفاصيل. حسيلو فهمتي داخل في معاه مع حسيلو. ان شاء الله ربي يسلكها ان شاء الله. فهمتي تسلك له. فهمتي برجوليه ما نشمتش برا. عاد يطلعوا لي عاد جماعه وانت مكشخ وانت كذا ودرا شنو. ولا خويا ما نشمتش خويا في الجوارات خويا. ان شاء الله تسلك له. كهو عام كامل، راهو برشا عام كامل يا معلم ما يحط الساق في التيران. هاي سيدي، ما هي اسباب العقوبه؟ هذه الاسباب. اول قرار مرتقب من يوسف البليلي بعد العقوبه. شنو القرار اللي خذاه؟ خاطر خلينا نشوفوا صحيفه وين ما تمشي تحكي ديريكت مع الجوارات. شنو القرار اللي خذاه؟ اول خطوه منتظره من البليلي شنو؟ سيباشر يوسف البليلي عبر فريقه القانوني اجراءات الطعن في حكم الفيفا. باش يعمل طعن في حكم الفيفا خلال مهلة تتجاوز 10 أيام، وفي حال عدم تقديم الطعن قبل 15 مارس الجاري سيصبح القرار نهائيا وغير قابل للاستئناف. معناه عنده الفرصة الأخيرة قبل 15 مارس باش يقدم الطعن في قرار حكم تاع الفيفا. إن شاء الله تسلك له كهو. هاي سيدي شوفوا الخبر اللي بعده. طاقة استيعاب قصوى في رادس قبل القمة. يا أخي تيران رادس بالله، أنا راني ساكن برا من تونس، بجاه ربي يقولوا لي يا أخي تيران رادس كل سافا، الجرادانات كل سافا، مش قالوا فما بارتي منها سافا با وتنجم تطيح وهكا وحكوا عليها فهمتني آلة للسقوط ضربة واحدة وما نجموش يدخلوا الجمهور. بالجاه ربي يكتبوا لي في تعليقات شنو احوال التيران تاع رادس، صلحوهوش يريقلوهوش هكا شويه. وبجاه ربي لك الجماهير حتى كان نعرفش انا حسيتوا رواحكم مظلومين وكذا، ما تدوروش بجاه ربي على التيران. نعرفش انا ما صيح عيط نعرفش انا سب اعمل اللي تحب عليه. مفيد سيب التيران، سيبوا الكراسي وكذا، ما تزيدوا تكملوا عليه. هو فهمتي شد في كح. شنو قال؟ ستلعب مباراة الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري أمام مدرجات ممتلئة بالكامل بعد الإعلان عن السماح بالحضور بالطاقة الاستيعابية القصوى لملعب رادس، كما تقرر فتح المنعرج الشمالي. أيوة هذا اللي نحكي عليه يعني. الخاص عادة بجماهير نادي الإفريقي، يحصر قبل وقت اللي جمهور الإفريقي بنا وجمهور الترجي بنا، وماتش دربي يا معلم عباد من برا يتفرجوا فيها مش لعب. أمام جماهير الترجي من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة المنتظرة في هذه القمة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله هو اللي يجيب الطرح إن شاء الله فهمتي قدام أرضه، قدام في أرضه قدام جماهيره. هاي سيدي، عمكم فوزي البنزرتي. هاي تعرف شنو قال لكم عمكم فوزي البنزرتي؟ وبرجوليه ما تتصوروش التعليقات كلها ادعاء لي حمرت السماع. حاسيلو شنو قال؟ بنزرتي معروف بموقفه الثابت، فهو لا يجبر اي لاعب على الافطار. حتى واحد ما يغصب عليه يقول له برا مشي يفطر. اما شنو ملاوينكم انا نحبك نصبر عليك. قال لك ما يجبر حتى حد على الافطار، لكنه يؤكد ان اللاعب الصائم لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية. اي سي فوزي بنزرتي يا عمي، فوزي بنزرتي وقت اللي يصموا لك ليكيب الكل شنو تهبط شكون يلعب؟ تهبط المسؤولين يهبطوا يلعبوا ولا شنو الحكاية؟ حاسيلو قال لك يا سيدي فوزي بنزرتي حتى واحد ما يغصب عليه باش يفطر. اما خويا راك باش تصوم راك باش تكون فهمتي في البنك
كهو هذيك هي شنو القرارات نتاعو معناها انديريكتومون كيف غصب عليه فهمتي السيد اللعب ليه قال لك الصيام ليه في رمضان ما تصوموش. ما نحكي لكمش التعليقات من اللوطه تاع شنيه البول العرش نتاعو تجبد. هنشوف الخبر اللي بعده. أليسون يسجل ثاني أهداف مع نابولي ويساهم في انتصار الفريق على تورينو في الكالتشيو. شنو نقول لكم حاجه بالاخر، تعرف انا كي نقرا الخبر هذا شنو نقرا فيه؟ أليسون سانتوس يقترب من منتخب البرازيل، كل ما يقدم اداء باهي في نابولي كل ما حظوظه تزيد تطلع باش يمشي لمنتخب البرازيل وتنقص حظوظه باش يجي المنتخب التونسي. كهو هذاك علاش انا المره اللي فاتت قبل 3 ولا 4 فيديوهات قلت لكم ارجعوا في القناه ارجعوا وشوفوا شنو قلت انا على أليسون سانتوس. قلت لكم ان شاء الله ما يقدمش اداء باهي مع نابولي، هكا الله غالب هذا قلبك كاو خم كيف المنتخب التونسي. كاو السيد هذا كان يقدم اداء خايب، فما بوسيبيليتي باش يجي لتونس. البرازيل تقول لا مانيش باش نعيطوا لك، اما السيد مادام طرشق تو مع نابولي البرازيل وقتها تنجم تعيط له. بالاخر شكون اللي يحكم فينا؟ شكون اللي يحكم في قرار أليسون سانتوس؟ هي البرازيل. هاي سيدي شوفوا الخبر اللي بعده. التأهيل الرسمي للاعب راني خضيرة لتعزيز صفوف المنتخب التونسي. شنو قالوا له؟ مرحبا بيك في بلادك راني خضيرة، ويلكم هوم. هاي سيدي ما نحكي لكمش يا الاولاد اللوطه شفتوا لهنا اللوطه سمعوه وسخفوا ذنيه الراجل مسكين من اول نهار فبدا تعلن عليه الجامعه التونسيه لكره القدم على انضمامه للمنتخب الوطني التونسي راني خضيره. ما نحكي لكمش التعليقات اللوطه العرش نتاع البو نتاع بوه تجبد، فرحوا بيه تعرف شنو سمعوه وسخفوا ذنيه باش نقولش كلام اخر. كهو يا ستار تسط خويا راني خضيره طفيهم الجماعه ذوما ميسالش طفيهم. انا خاطر نحكي هكا خاطر لي انا تقشتلت في الكوباراب خاطرني ساكن فهمتني مع المارك مع كبلدان الشام كسوريا وفلسطينيين وكذا ساكنين يخدموا معايا وكذا ودارين بيا وعندي صحابي كذا طايحين معاهم شويه القدر فهمتي صحابي الله غالب مع الله غالب هذيك هي فهمتي الخبز حكم تكيك فهمتني. تشلكت على الاخر فك الكوباراب دونك الحكايه هذه نتاع انت عمرك 32 سنه وحطيت المنتخب التونسي رود سكور في الاخر جيت وكذا. انا بواحد من الناس ما تقلقنيش. علاش ما تقلقنيش؟ ما تقشتلتوا في الكوباراب. حاسين الولاد ما نحكي لكمش فهمتي التوانسه في تعليقات مانيش ضدكم انا عبر على روحك اما شنو هو البوم تاع بوه تجبد مسكين. هنشوف الخبر اللي بعده. اتفرجوا في بونتو أليسون سانتوس برشليه والله بونتو. اتفرج وين اتفرجوا كيف عطاه يمين يسار راف حط تعرف شنو تقرا تكتب شوف كيفاش تحبوا يجي المنتخب التونسي. البرازيل قاعده ترقب فيه. كمل هكاك خويا أليسون سانتوس نحبك تزيد تطرشق هكاك كمل طرشق على الاخر باش وقتها نحن نمضمضوا عليك بالسواك الحار ولا كيفاش يعيطوا له. هاي سيدي المدافع الدولي التونسي منتصر الطالبي ضمن التشكيله المثاليه. يا الاولاد نعاودها وديما نقولها الدفاع نتاع المنتخب الوطني التونسي كانوا قوي شويه ولا كانوا متميز شويه. اعرف راهو في جرة السيد هذا ان شاء الله خويا الجماعه اللي معاك هاك باش ترتاح منه ياسين مرياح. نعرفك راهو اسمه منتصر الطالبي راك من داخل متغش على ياسين مرياح ديما يكر علينا وكذا وكل شيء. وتعرفوا فهمتني بوهالي ما يعرفش كيف فهمتني يشد روحه كي يطلع الكوره فهمتني كدجاجه يديه محلوله فهمتي يجيب لنا بيلانتي يجي يخسرنا طلعنا من الطرح يخرجنا من الكوب تفريق. نعرف هذا كله تخمم فيه نعرف فهمتني هاك خويا باش ترتاح منه باش يجيبوا لك فهمتني وليدات فهمتي حاول كيفاش تاثرهم معاك. حبك انت تكون الروام تاع البوست تاع الدفاع الكل انت خويا اللي تقوتهم كهو. وراك بطبيعة الله اعلم عاد شكون ايمن دحمان ولا سليم بوعسكر الله اعلم سليم اسمه صبري لموشي شكون باش يعيط كهو. هنشوف الخبر اللي بعده. رسميا خليل العياري يتلقى دعوة أولية للانضمام للمنتخب الوطني في تربص شهر مارس. كهو خويا ما تحكي لي تقول لي لا كبير لا صغير في العمر والله فما برشا مشتركين في التعليقات في القناة قالوا لي برشا جوارات تو من أغلى الجوارات في العالم دخلوا يلعبوا وهم أعمارهم 18 سنة و19 حتى أصغر من خليل العياري. شنو تو باش تجيو انتوما تو التوانسة مدربين توانسة ولا محللين توانسة باش تقولوا خاطر مازال صغير وكذا؟ لا ماهيش روبير راهو مازال صغير نجم يعمل حل فتريه في منتخبات كبار ضد منتخبات كبار.
نشوف الخبر اللي بعده. رسميا انيس بن سليمان يتلقى دعوه اوليه. انا واحد من الناس انيس بن سليمان تفكرته وقتها كان يلعب بالطبيعه في المنتخب التونسي، ويعني ماهوش طياره على الاخر، معناها اداء محترم نورمال يعني، فهمتني. انا خايف من حاجه بركه، هو تو مطرشق في الجمعيه نتاعو، خايف من حاجه بركه والله متعقد منها الحكايه، انه يجي يلعب في المنتخب الوطني التونسي، ساقيه يولي زوز يسار، فهمتي، يعمل لك الاغلاط، ما يقدمش الاضافه، هذه اللي خايف منها. كهو يا ستر تستر، هاكم ما نحبش فهمتني نتفائل ديما نحب نتفائل بالخير. ان شاء الله خويا تقدم الاضافه في المنتخب الوطني التونسي، رانا بالرسمي رانا كرهنا رواحنا، رانا توحشنا فرحه، والله العظيم توحشنا فرحه، توحشنا الخرجه نتاع التوانسه يخرجوا بالكره بالبرا ويزمروا كذا. قال شنو هو المنتخب الوطني التونسي مثلا ترشحنا للانكار، ترشحنا للدومي فينال في الكوب دافريك بالطبيعه نقصد مش كوب دي موند، والا الكوب دي موند الجاي نترشحوا للتور الثاني. تشوف التوانسه كيفاش تخرج فهمتني، ويرجع كالجمهور تاع المنتخب التونسي. هاك الحكايات اللي صاروا قبل مع سامي عبوجها ومع نبيل معلول، كتصمصير على عجله وكالخليج من غاديك انت شنو تحب تدبر كونترا في الخليج، ما عيطولكش الخليج باهي تعرفش كيفاش هيجي العب في المنتخب الوطني التونسي، العب ماتش ولا اثنين ولا بطوله ولا اللي يجي او تشوف العقده ويجيك فهمتني يجري. هي يا سامي عوجها ولا نبيل معلول ذي قبل لها والحديث يدور، هذه راهو جوار راهو عادي، راهو مش يقدم اضافه، راهو نجم يكر علينا. لا 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 لا, لا شيهمني يا اخي، تو باش ربي شنو وين تحبوا توصلوه منتخب تونس، باش يهز لكم كوب دي موند ولا يهز كوب دافريك، ما عنده وين يوصل. الاخر كي من احنا هاو كيفاش يخموه قبل كي عندنا احنا معنا وين باش نوصلوا، يخلي الاخر نطلعوا جوار ندبروا لهم عقود في الخليج، هذيك هي ماشيه في التصمصير على عجله، وبالطبيعه الاخر يمشي صح في الخليج يضرب اللي يضربك الانترونور باكو باهي. هذيك هي تصمصير مقابل فلوس على راس على ظهر شكون، على ظهر المنتخب التونسي، وشكون بعد اللي يغزل ويضربوا السكر والدم هو الجمهور التونسي. باه هنشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي، ما نسبة رضاكم على ما يقدمه زياد الجزيري مع المنتخب التونسي لكرة القدم؟ أنا واحد من الناس 100% مادام فهمتي المنتخب تهز تحط منتخب اخر وتنحاو كل مارك ذوكم عرفتوهم على شكون نحكي. اي هذاك سيف الدين الجزيري، محمد علي بن رمضان، اشك بشك، ويسيم رياح ومستوري، وكل مارك ذوكم فهمتني، وفرجاني ساسي، كان ذوكم باش يتنحاو. انا باش نعطي 100% لزياد الجزيري. والخبر الاخير، ثوره مرتقبه في قائمه المنتخب التونسي. والولاد ما تصوروش قداش متحمس باش تهبط هالقائمه ذي، خاطر ما نصدق لما نعلق، ما نصدق لما نشوف بعيني. ان شاء الله خويا فهمتي سي صبري اللموشي يهبط لنا هالقائمه ذي، وان شاء الله تفرح التوانسه. ماك القائمه اللي باش يهبطها وقتها تنعرفوا يندرى صبري اللموشي قاعد يخدم من راسه ولا قاعدين يحكموا فيه. كاهو بلاش نتفلسوا الناس الكل وتقول صبري اللموشي قاعدين يحكموا فيه وكذا. لا 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 لا, لا. اصبروا، مشتوا اهدوا بشويه اصبر شويه، وقت اللي هبط القائمه وقتها فما حديث اخر. يا صبري اللموشي يحكموا فيه والا قاعد يخدم من راسه. كاو لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله خويا نسمعوا اخبار باهيه، ان شاء الله نترشحوا للدور الثاني في كاس العالم 2026. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.